إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا صبايا؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تحضروا هذا الفيديو. وقبل ما نبلش بالفيديو خلونا نكسب الصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. وطبعا صبايا اليوم رجعت لكم فيديو جديد. بعرف انه انا عم طول عليكم كتير، بس صدقا يعني شوي هيك مشغولة على حالي نفسية، على ايش ما بدكم يعني، فشوي يعني. وعم حاول انه انزل بالاسبوع فيديو او اتنين يعني، لحتى ما اضغط على حالي وبنفس الوقت ما اقطع عنكم باذن الله تعالى. وبدي اتشكر كل شي حتى جديد اجا وانضم لقناتي واشترك بالقناة. اهلا وسهلا فيكم بقناتي، وان شاء الله قناتي تكون هيك حلوة وعلى ذوقكم وتعجبكم. طبعا قناتي قناة بسيطة بتحتوي عن روتينات، عن فيديوهات يعني فلوجات كذا يعني فيديو عائلي خلينا نقول، او فيديو يوميات ست بيت يعني عادية. اي والله يا صبايا. طبعا هون اول شي بلشت فيه معكم. عندي هون الحليب، ضفت عليهم ظرفين كراميل كريم كراميل. اي والله يا صبايا. وبعدين بحركهم كتير منيح، وبس اول ما ببلش يغلي بطفي عليه. وهون عندي البسكوت كمان مطحون، اي بسكوت عادي يعني سادة. كنت عم بقول لكم انه اي بسكوت، اي نوع بسكوت عادي يعني سادة. بكون عندي هون تقريبا ربع كاسة زبدة مدوبة يعني. وبحطهم على البسكوت وبصير اعجنهم. واذا احتاج فيكن تضيفوا مي قلت لكم، وفيكن انه مثلا تضيفوا عليها حليب. انا بحب اعجنها بطعم الحليب تطلع اطيب يعني بتعرفوا. فهون بلشت اعجنهم هون صبايا لبين ما صارت مثل هون عجينة عندي. فبجيب هيك صينية او قالب او اي شي موجود عندكم يعني، وهيك بمدها يعني. صبايا بمدها. انا هلا انا عملت يعني صينيتين. بس هون صورت صينية واحدة بس انه مشان افرجيكم الطريقة شلون بعملها، لانه انا عملتها قبل هالمرة بالقناة. فصدقا صبايا ما عم بشتهي يعني انه اساوي حلو بالبيت وكذا وهالشو يعني. والله العظيم لما عم بساوي الفيديو او لما عم بصور الفيديو صبايا يعني اجباري انه مثلا انا بدي البس شي مثلا كذا علي صدقا صبايا ما عم بصدق ايمت يخلص الفيديو وابرك على راحتي يعني. طبعا هون بعد ما شوي يعني مو برد، شوي برد الحليب يعني، بجي بحطه بالخلاط، بضيف عليهم معلقتين قشطة يعني. هلا هذا كان متوافر عندي. وبجيب كمان علبة بسكوت او كيس بسكوت يعني، وبضيف شوية فانيلا. انا عندي فانيلا سائلة، وبخلطهم بالخلاط صبايا. وبرجع بفضيهم هون على البسكوت اللي مديناه بالصينية. وهون تقريبا شوي بتركها يعني هيك تبرد بزيادة. بعدين بحطها بالبرد صبايا نص ساعة بكون جاهز يعني، وما بده اشي. وبضيفوا عليه الكراميل يعني من فوق وهيك. هلا انا هون تركته لتاني نهار. هون بلشت اعمل فيديو بلشت اعمل فيديو. شفتوا شلون انا مضيعة بالاخر. بلشت اساوي القهوة. فهون عندي هي نحن هون يمكن نحن عنا ما بعرف ايش بنسميه، سبيرتاي او بابور نحن بنقله. هون عندهم سبيرتاي. فمن زمان من اول ما جيت على مصر وانا عندي اياها، وبحبها كتير صبايا يعني. بحس هيك باجواء يعني بتعرفوا اجوائي اللي انا بحبها تبع الضيعة وهيك. فهون قلت بدي اجربها صبايا. قبل من نهار جربتها الا شوي كنا بدنا ننحرق، بس الحمد لله الله ستر معي، لانه غيرت هي الفتيلة والمحلول تبعه كلياته السبيرتو كلياته غيرته ورجعت سويته. وهون عملت فنجان قهوة كان أطيب فنجان عن جد بشربه. وطبعا جبت بعد ما تذكرت انه انا عاملة حلو قبل بنهار، فجبت قطعة الحلو، او هي بيقولوا لها كيك الشاموا عم بينادوا لها مثلا، او بيقولوا لها
او فيكم تقولوا عنه تشيز كيك، يعني حسب ما انتم بتحبوا. انا بالنسبه لي حلو خلاص، يعني قد ما ايش ما كان يكون، المهم حلو وبيتاكل يعني جنب فنجان القهوه. هون يا صبايا بقى بدي اسوي لهم غدا، لان كان لي يومين ثلاثه مالي مرق للطبخ صبايا، يعني بهالشوب يعني لا انا ولا اولادي آه مو طايقين الاكل، بس عم ننجبر يعني بالنهايه اولاد بدهم ياكلوا. فاول شي هون عندي بصله فرمتها ناعم، وكمان عندي صدورة فروج كمان غسلتهم نقعتهم يعني. رجعت كمان فرمتهم بالمطحنة هاي أو الكبة، هون بمصر بيقولوا لها. وضفت عليهم لية خروف كمان هيك يعني. فرمتهم مع بعضهم صاروا هيك مثل عجينة مثل الكبابة يعني. اي والله يا صبايا. وبعدين هون ببلش انه انا اتبله يعني مثل ما نكون شايفين هون. بقى جبت شوفوا صبايا التوابل هي يعني اختيار شخصي من الانسان، يعني ايش ما بده بيحط فيه توابل. اي والله يا صبايا. فهون ضفت لهم البصلة اللي اولا صفيتها من المي، يعني بصلة صغيرة ما كبيرة كمان، وفرمتها على الناعم لانه انا اولادي قلت لكم ما بيحبوا البصل. هون ضفت لها عندي زنجبيل بودرة، هيل بودرة، كزبرة، بهار اسود، 7 بهارات، بهارات مشاوي وهيك شي يعني. وضفت عليهم معلقة فلفلة حمرا، ونص معلقة فلفلة حمرا، وملح. وكمان هون عندي محمرة، كمان ضفت لهم معلقة محمرة، ودبس بندورة كمان معلقة صغيرة. وبلشت هيك ادهكن يعني. وصبايا يعني يعني كتير كتير أكلة سهلة وبسيطة وما بتاخد وقت كتير. ويعني ما من النوع اللي مثلا بتعرفوا بالشوب وكذا، يعني أغلب الأكلات بنكون عم دور على أكلات سهلة وبنفس الوقت ما تكون تقيلة بهالشوبات. فهي الأكلة عن جد كتير خفيفة وطيبة، يعني حتى أحسن من الكباب العادية. يعني أنا أولادي بحبوا هي الكبابة أكتر من اللحم الكباب العادي، ما بعرف ليش، بس انه بحبوا الفروج اصلا ولادي اكتر من اللحمه. اي والله. هون بقى بلشت حطيت الصينيه ومديت بقلب اول شي السلوفان، وبعدين بجيب كمان ورق الزبده كمان بحطه مشان يعني إنه ما يتفاعل ورق السلوفان مع الاكل وهيك، يعني بتعرفوا بيقولوا انه خطره يعني. فنحن احتياطا يعني بنمشي حالنا مشان يعني قد ما كان الحرص واجب. بقى حطيت مديت الكبابة بالصينية، وهون حطيت جنبها بصل وفليفلة وبندورة. طبعا هدول لإلي انه ولادي ما راح ياكلوا معه كل هالشغلات يعني، بس انه انا بحب يعني بحب مع مثل هذه مثلا مشاوي وكذا. وكمان راح عن بالي انه انا مثلا كان بدي بشغل فحمة يعني، وبعدين هيك طفية يعني فيها، مو طفية فيها شو بدي لكم، اللهم صل على سيدنا محمد. آه، يعني اكمرهم فيها. بس والله صبايا من الشوق والحرارة يعني، بس بدي أخلص يعني شي نسيت، وبنفس الوقت تكاسلت بعدين بعد ما بركنا على الصفر. لا تكاسلت ما فيني والله العظيم، ماني مروة يعني، أو ما أشغل الغاز وفحم وحرارة. قلت خلاص هيك يعني ماشي الحال الحمد لله رب العالمين. طلعت عن جد أكلة كتير طيبة وخفيفة يعني، وما بتاخد هالوقت الكتير. عرفتوا شلون؟ بما انه هون كان تقريبا اصلا خلصنا يعني، كان 8 9 يعني. خلص الاكل عندي، لانه انا اصلا يعني قلت لكم النهار كله ما اكلنا يعني. اي والله يا صبايا. هون مديتهم بالصينيه، هون بلشت هيك حززهم يعني. هلا انتم فيكم تفردوهم عادي يعني، مش شرط هالحركات يعني. المهم بقى مديت الخضرة جنبا منه وحطيتهم بالفرن تقريبا نص ساعة، وكان الأكل خالص. طبعا هون لبين ما يخلص كان بدي أسوي هاي الطريقة من البيواز. هلا شوفوا نحن صبايا، أنا متعودة مثلا بعرف إنه عائلتنا كانوا بيعملوها إنه سمة وبصل بقدونس وليمون، واللهم صل على سيدنا محمد، زيت وملح بس. هلا من جديد شفت كذا فيديو عم يحطوا انه دبس رمان ودبس بندورة ومي، يعني مي فرنشي ودبس بندورة ومحمرة. المهم وهيك يدهكون مع بعضهم يخلطون عن جد يعني. اشتهيت وفعلا صبايا عملته جد 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 اطيب اطيب بيواز باكله بصراحة يعني. وطبعا هيك عملت رغيفين دهنتهم بالمحمرة يعني،
وأمرتن هيك بالصينية، وعن جد طعمتن طلعت هيك بتغرف القلب، يعني اشتهيتكن معي، وكتير كتير طيبة وما أنا هيك يعني شو تقيلة مثل ما بقولوا. اي والله يا سبايا، والحمد لله أكلنا، والحمد لله رب العالمين، والله يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. وبس هيك يا صبايا، لهون وصلت معكم لآخر الفيديو. بتمنى إذا حبيتوا فيديوهاتي تشاركوها لحبايب قلبكم، ولا تنسوا تحطوا اللايك وتشيروا الفيديو وتدعموني. بدي بهمتكم نوصل لل1000 متابع لحتى نحقق شروط القناة، وإن شاء الله أنتوا قدها. وبرجع بقلكن شكرا لكل حدا اجا وانضم لعائلتي. تحياتي لكم، بأمان الله، سلامات.